ازيكم؟ النهاردة هنتكلم مع بعض عن أهم 5 حاجات لازم تطبقهم أول ما تجيب كلب وتدخله عندك البيت، خاصة لو كان جرو صغير. قبل ما نبتدي، أهم حاجة لما تروح تجيب جرو لازم تشوف الأب والأم بتوعه، مش بس عشان الشكل ولكن كمان عشان السلوك، لأنه غالبا سلوكه هيطلع زي واحد فيهم. يلا بينا نبتدي مع بعض. رقم 1، لازم تعود الكلب على روتين حياتك من أول يوم يدخل فيه بيتك. تعرفه على كل الناس اللي هيعيش معاهم وتخليه يتعود عليهم ويعرف حدود البيت. رقم 2، نظم جدول أكله، ودي تقريبا أهم خطوة. لازم كلبك ياكل مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. الصبح أول ما يصحى بعد ما يعمل حمامه، وبالليل تقريبا ب3 أو 4 ساعات قبل ما ينام. تنظيم أكل كلبك هيسهل عليك جدا تنظيم الحمام بتاعه. ما تخليش الكلب يلعب أو يجري أو ينط بعد ما ياكل على طول، لأنه ممكن يتأذى. معظم أنواع الكلاب وخاصة الكلاب الكبيرة معدتها بتتأذى لو مليانة وعملوا مجهود، فحاول تستنى نص ساعة أو ساعة بعد الأكل قبل أي لعبة أو جري. رقم 3، هنتكلم دلوقتي عن أهم مشكلة هتقابلك أول ما تجيب كلبك، وهو الحمام. أفضل خطة لتعليم كلبك الحمام إنك تحاول تاخد أجازة من شغلك وتفضي نفسك أول كام يوم كده لما تجيب الكلب، لأنهم هيفرقوا معاك أوي. ببساطة الخطة كالتالي: أول ما كلبك يصحى الصبح تاخده على طول على مكان الحمام اللي عايز يعمل فيه حمامه، وبعد ما يعمل حمامه تكافئه وتحسسه إنك مبسوط وإنه عمل حاجة صح. بعد الأكل بنص ساعة أو ساعة لو جرو صغير لازم تاخده على مكان الحمام تاني، وكمان مرتين أو 3 خلال اليوم، وأهم حاجة آخر مرة قبل ما ينام بالليل. رقم 4، أهم حاجة هتساعدك جدا في تدريب كلبك إنك يبقى عندك كينل أو قفص تحطه فيه طول ما أنت مش قادر تخلي عينيك عليه طول الوقت. في الأول مش هيحب فكرة القفص دي وهيفضل يعيط، ولكن بعد كده هيتعود. أهمية القفص مش بس بتعلم كلبك الصبر والطاعة، ولكنها كمان بتعلم كلبك الحمام. الكلب بطبيعته ما بيحبش يعمل حمام في المكان اللي بيقعد فيه، ولذلك الكلب هيمسك نفسه على قد ما يقدر. وعشان كده أول ما تاخده بره القفص تاخده على مكان حمامه على طول، ودي أحسن طريقة تدريب على الحمام. القفص كمان هيمنع كلبك إنه يعضعض أو يقطع في الحاجات اللي في البيت زي الكنبة أو الشوز، وعشان كده حط له لعبة معاه في القفص أو حاجة يقدر يلعب بيها ويقطعها، ولكن تأكد إنه ما يقدرش يبلعها، لأن الجراوي الصغيرة بتبلع أي حاجة وممكن لا قدر الله يتسبب في أذيتها. رقم 5 وآخر حاجة معانا النهاردة: اوعى تضرب كلبك. ضرب الكلب هيطلعه جبان وخواف وهيبني حاجز بينكم مش حلو. لو كلبك عمل حاجة صح وعجبتك كافئه وطبطب عليه، وخلي نبرة صوتك مبسوطة وفرحانة، لأن الكلب بيفهم نبرة صوت الإنسان. لو كلبك عمل حاجة غلط زعقله وتجاهله شوية، ولكن ما تضربوش. كمثال مثلا، لو كلبك عمل حمام في مكان غلط، وده غالبا هيحصل وهو صغير، حاول ما تضربوش، ولكن كل اللي هتعمله انك هتزعق بصوت عالي لا، وهتنضف مكان الحمام الغلط في ساعتها، وهتاخد المنديل اللي نضفت بيه وتسيبه في المكان اللي انت عايزه تعمل فيه حمام، فكلبك هيفهم وهيتعود. تلخيصا لكلامنا النهاردة: أهم حاجة الروتين والصبر. الكلب بيتعلم بسرعة من روتين حياتك، وانت لازم تصبر عليه وتعلمه وتدربه لحد ما يكبر ويفهم. القاعدة العامة في الحمام إن الجرو بيقدر يمسك نفسه ساعة لكل شهر من عمره، لحد ما يوصل 8 شهور بيبقى أقصى حد الكلب يمسك حمامه هو 8 ساعات. ولكن ما تسيبش الكلب المدة الطويلة دي من غير ما يعمل حمامه، لأن ممكن يضر لا قدر الله. وحاول إنك تقضي أكتر وقت ممكن معاه. كل ما تقضي وقت أكتر كل ما العلاقة بينكم كانت أفضل وأقوى، وبيتعلم بسرعة. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الحاجات اللي اتعود عليها كلبك عشان يسمع كلامك من الأول. لو عجبكم الموضوع ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.